ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. وصفة النهاردة ممكن تكون جديدة علينا احنا كمصريين. انا النهاردة عاملة الشوربة الليبية او بنفس النطق بتاع ليبيا الشوربة الليبية. شوربة طعمها حلو قوي، جديدة علينا احنا كمصريين، بس اللي بيدوقها من المصريين بجد بيتوهم بيها. شوربة كده فيها كل حاجة، فيها الطماطم وفيها الفراخ ومحطوط لها برضو حبة حمص كده. يعني ايه، فيها كل حاجة ومختلفة تماما عن اي نوع شوربة تاني. شوربة فيها بالنسبة لي انا بقى ايه، طعم زمان وذكريات زمان وايام انا عشتها كنت في ليبيا، كانت من اجمل الايام. شوربة بتبقى موجودة 30 يوم في رمضان على السفرة في ليبيا. تعالوا بقى كده معايا هقول لكم الشوربة دي بتتعمل ازاي ومكوناتها ايه، وصدقوني لو جربتوها مش هتندموا، طعمها بجد خطير. فيها كل حاجة، بتاخدي منها معلقة كده، بصي بتاخدك في حتة تانية خالص. بجد جميلة ومش منتشرة قوي، فعشان كده قررت ان انا اصورها النهاردة. انا جبت كده طاسة على النار وهحط فيها معلقتين من الزيت عشان احمر اللسان عصفور، وهسيبه عشان يبرد شوية. يعني اول خطوة بعملها ان انا بحمر اللسان عصفور، هحمره كده لغاية لما ياخد معايا اللون الذهبي الفاتح، ما غمقهوش قوي. اول ما خلاص هيبتدي ياخد معايا اللون الذهبي الفاتح، هقفل النار كده وهشيله، وهيكمل سواه كده في الطاسة علشان ما يغمقش قوي. هركنه كده بقى على جنب بعد ما قلبته واتأكدت ان ايه، يعني اتقلب تقليب كويس عشان ما يبقاش فيه حباية اغمق من حباية. هنا بقى هجيب حلة على النار وهحط معلقتين كبار من السمنة وهقلبها. هنزل ببصلة مبشورة وهبتدي كده ايه اقلب البصلة كده لغاية لما تدبل معايا ولونها كده يبتدي ايه يصفر شوية. هنزل عليها بقطع من الفراخ، او هناك في ليبيا كانوا دايما بيعملوها باللحم او اللحم الوطني زي ما بيقولوا يعني. فانا استبدلتها النهاردة وخليتها بالفراخ، فبرضو مفيش مشكلة، برضو بتتعمل يعني. وحطيت البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسود وكركم، او هناك في ليبيا بيقولوا عليه بزار. فبجد كانت احلى، يعني من احلى الشرب اللي انا شربتها هناك. وحطيت حبة من البابريكا وقلبت كده مع بعض لغاية لما الفراخ يعني اخدت لون كده. ونزلت ب2 طماطم متقطعين قطع ونص كوباية من الحمص، وحطيت 3 معالق من الصلصة، والمقادير هكتبها في صندوق الوصف عشان تبقوا عارفينها. هنزل بقى بحبة مية مغليين صغيرين كده، بس انا عايزاها اللي هو ايه تتسبك في السريع. فهغطي كده الحلة واسيبها لغاية لما ايه زي ما انتوا شايفين كده اللي هي ايه اتسبكت في السريع. هروح بقى مالية الحلة بالمية المغلية، يعني انا حملاها كده بصوا، يعني حوالي بتاع 3 كوبايات مية. وهسيبها كده بقى لغاية لما اللحمة او الفراخ اللي موجودين يستووا. هروح حاطة يعني بتاع نص كوباية كده من البقدونس او هناك بيقولوا عليه المعدنوس، وهقلب كده بقى تقليبة سريعة. اول ما الريحة تفحفح كده بقى وتطلع، هنزل على طول باللسان عصفور واسيبه كده بقى ايه يعني يغلي مثلا حوالي 10 دقايق مش اكتر، علشان ما ينزلش النشا بتاعه. فهسيبه 10 دقايق. وكده كده احنا لما بنيجي بنغرفها بعديها بنص ساعة، فبيكون اوريدي لسان عصفور استوى جدا. اول ما احط لسان عصفور لازم اهتم بحتة ان انا اقلب كل شوية علشان لسان عصفور ما يلزقش في الحلة من تحت. هجيب بقى الحاجة الأساسية في الشوربة دي
لازم رشة النعناع في آخر خطوة، اللي هو أنا هرش النعناع، أفركه كده، النعناع الناشف هفركه في إيدي وأقلب تقليبة سريعة، وكده خلاص الشوربة بتاعتي بقت جاهزة. بروح قافلة النار وقافلة الغطا وأسيبها نص ساعة بالظبط لغاية لما يكمل لسان عصفور السوا بتاعه، وتبقى جاهزة على الغرفة على طول. بجد طعمها حلو قوي، جربوها مش هتندموا، عشان نعمل كده يبقى فيه تجديد دايما. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وأكون ابتديت إن أنا أنزل أفكار جديدة. كان معاكم لولا عامر.